كشف المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور بأنه طبقا لمسودة الدستور المعدل فإن نظام حكم الدولة سيكون النظام المختلط بحيث يتم تشكيل مجلس الوزراء من حزب الأغلبية في مجلس الشعب على أن تكون هناك صلاحيات مشتركة بين الرئيس والحكومة. وقال عوض إن أول انتخابات برلمانية قادمة ستجرى بالنظام الفردي فقط، مشيرا إلى أن اللجنة ستقترح إلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد. كما نفى عوض وجود أي مادة بالدستور تمنح القوات المسلحة صلاحية أن تكون ضامنة للدولة المدنية والدستور، مؤكدا في الوقت ذاته على عدم تضمن الدستور الجديد لأي نص يخص إشهار الأحزاب على أساس ديني أو أي مادة تنص على العزل السياسي. وفيما يتعلق بوضع رئيس الجمهورية، قال عوض إن مدة الرئيس ستكون 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن محاكمة الرئيس إذا ارتكب جناية أو خيانة عظمى أو انتهاكا للدستور، وذلك إذا ما رفع ثلث نواب الشعب طلبا في هذا الشأن.